السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل تورتة جميلة وسهلة وفكرتها بسيطة جدا جدا ومعبرة جدا جدا كمان. طبعا تورت الفانيليا بالذات بتكون الأفكار فيها محدودة، يا إما فاكهة يا إما هتحطي فيها وردات بالكريم شانتيه. فتعالوا النهاردة نعملها بطريقة سهلة، ويلا نقول بسم الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا اسبونج كيك فانيليا، ده نص كيلو، خبزته في صينية مقاس 24. بعد لما برد تماما هنبتدي نقطعه بمنشار الكيك. عايزة بس اوريكم حاجة في المنشار قبل ما اقطع. هنا المنشار واخد تدريج من اول واحد لحد 9. تمام. شايفين اخر رقم ده اللي هو 9؟ انا نزلت عنه كمان شوية، شديته كده من الناحيتين ونزلته شوية علشان تديني طبقة رفيعة من الاسبونج، وابتديت اقطع بيه الاسبونج بتاعي. طبعا لينك فيديو الاسبونج هسيبه لكم في صندوق الوصف علشان الفيديو ما يبقاش طويل. هيقطع معايا بالطريقة دي 5 طبقات من الاسبونج اللي عندي. اخر حاجة هنعملها ان احنا هنشيل الطبقة الملزقة دي اللي بتبقى من فوق، لان دي بتبقى صعبة جدا لما بتسيبيها في الكيك. وقت التزيين بيبقى اولا ما بتقبلش اي كريمة، طعمها مش حلو، بتبقى ملزقة كده وطعمها سيء جدا، فلازم تتخلصي منها. وهنجيب بقى حتة كده صغنونة نحطها نداري بيها الحتة اللي اتشالت دي. تعالوا بقى نحضر الحشوة. عندنا هنا 6 معالق كبار من السكر العادي طبعا. هنحط عليهم بقى كوبايتين متلجين من المية. تمام. انا حطيت فيها حتة تلجة كده علشان المية تفضل ساقعة معايا. وهنبتدي ندوب السكر الاول، لان السكر هنا بيبقى خشن وبيحتاج وقت علشان يدوب. هندوب حوالي 3 ارباع كمية السكر، وبعد كده هننزل بكمية الكريم شانتيه اللي عندنا، وهي كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، طبعا الغير محلى. وهننزل عليهم بأربع معالق كبار من الباستري كريم. الباستري كريم بتدي طعم حلو جدا، وكمان بتدي تماسك لقوام الكريم شانتيه بتاعي. عايزه اقول لك حاجه بالنسبه للميه المتلجه. انت ممكن تضربي الكريم شانتيه بميه من الحنفيه عاديه خالص، ولكن الميه المتلجه بتدي معاكي فوليوم للكريمه، هي دي اللي بتنفش معاكي الكريمه. شايفين هنا ابتدى القوام يتماسك. بس هنا انا حسيت ان الكريم شانتيه محتاج شويه ميه صغيرين، فهبتدي اضرب بقى وانزل الميه واحده واحده كده لحد لما الكميه تتضاعف معايا بالكريم شانتيه بالطريقه دي. زي ما قلت ان الميه الساقعه هي اللي بتخليه ينفش ويملى لك البوله بالشكل ده، لكن لو ضربتي الميه من الحنفيه هينفش معاكي ويمسك، بس مش هيديكي ضعف الكميه. تمام. هنديله بقى ضربتين بالسباتولا كده علشان نتخلص من اي هوا. شايفين الكريمه ناعمه وجميله ازاي؟ طبعا الجو اليومين دول رطب شويه، فهيساعد ان احنا نشتغل بالكريمه كده حلو، غير الشغل بالكريمه في الصيف خالص يعني. لان الشغل بالكريمه في الصيف ليه طريقه تانية، انا برضه هبقى انزل لكم ازاي اشتغلت بالكريمه في عز الصيف وفي درجات الحراره المرتفعه. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. هنحط بقى اول طبقه على القاعده. اول حاجه حطينا شويه كريمه بس صغيرين قبل ما نحط اول طبقه، علشان الكيك تثبت معايا على قاعده التورته وما تتزحزحش بقى يمين وشمال. تمام. هنبتدي بقى نحشي التورته بتاعتنا. ممكن تحشيها باستخدام كيس الحلواني، او زي ما انا عملت كده بالسباتولا، هنحط معلقتين 3 كده، ونبتدي نفرد بالسكريبر بتاعتنا عادي خالص. ما ننساش المحلول السكري بتاعنا اللي بنسقي بيه الكيك. انا هنا حسيت ان الكيك بتاعتي مش عايزه تتسقي كتير، ولكن يا دوبك بس رشه جريئه كده من المحلول السكري مش اكتر. المحلول السكري ده بيبقى عباره عن كوبايه من الميه، عليهم معلقتين كبار من السكر، وبنسيبهم يغلوا على النار، وبعد كده بنطفي عليهم النار وبنسيبهم يبردوا تماما. خلاص خلصنا حشو الكيك بتاعنا. هنبتدي بقى نجلس على طول. انا ما دخلتش التلاجة ولا حاجه، هنشتغل على طول فيها. هنبتدي بقى نجلس. برضو انا ما استخدمتش هنا كيس الحلواني، علشان لو انتي مش حابه تستخدمي كيس الحلواني تعرفي الطريقه التانية للتجليس. اهم حاجه وانتي بتحطي الكريمه بالسباتولا ما تلمسيش الكيك. يعني شايفين انا بحط اول لما
الكيك بيثبت، الكريمه بتثبت على الكيك، بشيل ايدي على طول، ما بقعدش بقى ادوس واضغط علشان ما اوصلش ل الكيك، علشان ما تجيبش فتافيت كيك معايا في الاسباتولا اللي انا بجلس بيها التورته، وارجع احطها في الكريم شانتيه اللي بجلس بيها، وبكده هتلاقي على وش التورته بتاعتك فرافيت كيك كتير، وهتقولي الله انا عملت ايه غلط. لا، هو ده الغلط. خلي بالك ان السكريبر اللي بتجلسي بيها التورته ما تلمسش الكيك بتاعك، وده طبعا هيجي بالاستمرارية والتكرار، مش من اول مرة طبعا، ولكن الموضوع بعد كده بيبقى سهل جدا. اهم خطوة بقى ان احنا ننظف البوردة بتاعتنا من اي كريمة لازقة عليها، علشان ما تلزقش عليها وما نعرفش بعد كده نتخلص منها. بفوطة مبلولة كده هتبدأي تمسحي القاعدة بتاعتك لحد لما تتخلصي من كل اي زوايد من الكريمة موجودة على القاعدة. وهنساوي السطح بقى بالسكريبر، وبعد كده هنجيب بقى الشوكة علشان نعمل بيها شكل جمالي كده. انا مش عايزة التجليس يكون املس، انا عايزة ادي الكيكة بتاعتي شكل وروح كده. فبالتالي جبت الشوكة بتاعتي علشان اعمل بيها اشكال على اجناب التورتة بالشكل ده. اولا الموضوع ده بيفيدني في حالتين: ان انا هدي شكل جمالي. ثانيا لو انت مش بتعرفي تجلسي التورت وتطلعي شارب ايدج، الطريقة دي هتنفع معاكي انك تتخلصي من اي اخطاء في تجليس التورته. انا بعملها كده زي فروع الشجر، تمام، كانها جذع شجره كده كبير، ولكن باللون الابيض مش باللون البني. تمام. اخر حاجه بقى جبت هنا الفرشه، اللي هي الفرشه اللي بنفرد بيها الزيت، اللي هي السيليكون دي اللي موجوده عندنا في كل بيت، وهنبتدي نمشي بيها كده، نعمل خطوط كده كانها ايه يعني تعريج جذع الشجره من جوه. تمام. حبيت ان اعمل دريبات بالشوكولاتة علشان تدي برضو شكل وطبعا لو حد بيحب طعم الشوكولاتة على تورتة الفانيليا هيلاقي نصيب في التورتة دي انه يعرف ياكلها. ده جناش شوكولاتة انا عاملاه بالمية، وعملته معاكم قبل كده في فيديوهات قبل كده، برضو هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف علشان بس وقت الفيديو ما يبقاش طويل. الجناش الشوكولاتة ده انا عاملاه بالمية فقط، يعني شوكولاتة خام ومية فقط لا غير. مفيش بقى ولا كريمة ولا لبن حليب ولا زبدة ولا اي حاجة من دي خالص، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. هننزل بقى بالدربات بالشكل ده، ونساوي السطح باي معلقة صغيرة كده عندك. انا عايزة الشكل التعريجي الجميل ده يكون موجود على التورتة بتاعتي. حاولت بقى اعمل شكل تاني بالاقماع كده، قلت هسيبها سادة كده. لا، جبت بقى قمع بتاع الوردة البلدي. تمام. ابتديت بقى نعمل بيه زي خطوط كده. طبعا بدل ما نعمل روزتات بالقمع العادي، لا، قلت ان انا اعمل بقمع الوردة البلدي شكل حلو كده جميل، هيدي شكل حلو برضو كأنها فروع شجر بقى واقع على التورتيه بتاعتي ايا كانت يعني، بس بصراحة عطت شكل جميل جدا جدا. ابتديت برضو انزل من الاطراف داير داير كده. فقلت بقى ايه بعد لما وصلت للمرحله دي، قلت لا انا هزود صف كمان من الورد ده علشان او من الخطوط دي علشان يدي شكل احلى. ابتديت بقى اوزع شويه من سبرينكلز الشوكولاته علشان بس نكسر حده اللون الابيض، وشوكليت شيبس، عندك شوكليت شيبس عندك سبرينكلز الموجود استخدميه. ده بقى صورة أنا طبعاها توبر، يعني أنا طبعتها على ورق كوشيه، وجبت هنا العيدان بتاعة الكيك بوبس. هبتدي أعمل بيها إيه بقى زي دبوس كده علشان أعرف ألزقه على التورتة، علشان أضمن إن ثباته على التورتة، علشان ما يقعش من عليها. حطيت بقى الكيك بوبس عن طريق مسدس الشمع ولزقته بالشكل ده. وطبعا فرغته، هو بيجي على ورقة كبيرة كده A4، ففرغته بالمقص طبعا، وانا اللي قصاه بالشكل ده. وابتديت احطه بقى على التورتيه بالشكل ده. اولا احس ان هو ايه مش لامس التورته قوي، يعني يا دوبك كده اول لما يدخل كده هثبته، مش هيقع تماما. دي بقى صورة برج الأسد. أنا عاملة هنا صورة الأسد لأن صاحب التورتاية دي برج الأسد، فقلنا فكرة حلوة قوي وجديدة إن احنا نعمل تورتة بنوع برج صاحب العيد الميلاد. تمام. فعملنا تورتة برج الأسد بالشكل ده، وحطينا بقى توبر هابي بيرث داي. بيتجاب برضو من عند مسلسلات الحلواني، بيبقى ليه اشكال كتيره والوان كتيره، فضي، ذهبي، اسود، ابيض، جميع الالوان. وبكده تكون خلصت تورتتنا. شكل بسيط وسهل ولذيذ وفكرة جميلة جدا جدا.
يا ترى ايه رأيك في الفكرة؟ عجبتك ولا لأ؟ ما تنسيش تقولي لي رأيك ايه في الكومنتات، هبقى سعيدة جدا جدا بكومنتاتكم وآرائكم اللي بتوصل لي دايما. واي سؤال لو محتاجاه اكتبه لي وانا هرد عليكي على طول. آه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسنيش بقى باللايك واشتراك في القناة، وشكرا